السلام عليكم عشاق الكرة. تفوق فريق ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-0 أمام ليستر سيتي في الشوط الأول للمباراة الودية التي تجمعهما في معسكر سنغافورة استعدادا للموسم الجديد 2023-2024. سجل أهداف ليفربول كل من نونيز في الدقيقة 29، وأضاف كلارك الهدف الثاني في الدقيقة 34 عن طريق تمريرة سحرية من محمد صلاح سددها على يمين حارس ليستر سيتي. وعزز جوتا تفوق الريدز بالهدف الثالث في الدقيقة 38 عن طريق عرضية متقنة من محمد صلاح. بدأ ليفربول بتشكيل مكون من حراسة المرمى كليهير، خط الدفاع فان ديك كونتاي روبرتس ألكسندر أرنولد، خط الدفاع فان ديك كونتاي كوناتي روبرتسون ألكسندر أرنولد، خط الوسط جونز كلارك ماك أليستر، خط الهجوم محمد صلاح نونيز جوتا. ويختتم فريق ليفربول المباريات الودية الأربعة المقبل بمواجهة من العيار الثقيل أمام فريق بايرن ميونخ الألماني. وشارك النجم المصري محمد صلاح في مران ليفربول بالمعسكر الآسيوي قبل المواجهة الودية التي يخوضها أمام ليستر سيتي الأحد المقبل. وشملت قائمة ليفربول 27 لاعبا استدعاهم يورغن كلوب لخوض المعسكر الآسيوي، وشهدت العديد من اللاعبين الشباب بالإضافة إلى الصفقات الجديدة. ويستعد محمد صلاح لخوض موسمه التاسع في البريمير ليج بعدما سجل ظهوره في 8 مواسم سابقة بالدوري الإنجليزي بقميص فريق تشيلسي وليفربول. ويحتل محمد صلاح المركز الرابع عشر في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 139 هدف سجلها خلال مشاركته في 241 مباراة بالمسابقة. ومع ليفربول خاض صلاح 231 مباراة سجل خلالها 139 هدفا بواقع 18.731 دقيقة مشاركة. ويفتتح فريق ليفربول مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم 13 أغسطس 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.